طيب الأطفال دايما بتبقى احتياجاتهم الغذائية مختلفة عن الكبار، لأن الحرق بيبقى عندهم عالي، الحركة بتاعتهم أكتر في مرحلة نمو، وبيبقوا محتاجين كالسيوم، بروتين، عناصر كتير زي الزنك عشان الطول. امتى بقول ان الطفل ده جاهز عندي ان هو يصوم من غير ما يتأثر النمو بتاعه؟ هو مبدئيا كده لما بنتكلم في صيام في الأطفال، هو لازم نعرف إن هو الصيام فرض بعد سن البلوغ بقى. تمام، بس في ناس كتير بتحب ان اطفالها تبتدي تصوم من بدري. حلو أوي، بس ليه أنا قلت النقطة دي في الأول؟ عشان أنا مش هغصب الطفل إن ان هو هو يصوم. يصوم بالعافية، لأن ده بيجي بنتيجة عكسية. تمام. طب إمتى بقى نبدأ ندرب الطفل؟ يعني ممكن من سن 6 سنين 7 سنين نبدأ كده، وما ينفعش إن أنا أصوم اليوم كله برضه. طيب بنبتدي اللي هي من العصر للمغرب، ولا من الصبح لغاية الظهر وبعد كده العصر؟ هو أنا بفضل من العصر للمغرب، تمام. بحيث إن هو يفطر معانا فيحس إن هو صايم. صايم معانا. تمام. لكن لغاية الظهر دي هو ما حسش. أنا الظهر إيه اللي حصل في الظهر؟ ما حصلش حاجة. تمام. لكن أنا لما أصوم من العصر لغاية المغرب، لا أنا كده حسيت إن أنا كملت معاهم اليوم. الأطفال، أو زي مش الأطفال بس، وحتى إحنا في نظام غذائي بنعمله غلط كتير في رمضان، إنه بنعتمد كتير في سكريات، في مقليات. للأسف رغم إن إحنا المفروض إنه نظام رمضان إن إحنا يساعدنا إن إحنا نلتزم بنظام غذائي صح يعني، بس إحنا ما بنعملش كده. وعادة الأطفال يهبقوا معانا. السكريات الكتير والمقليات والدهون الغير صحية دي بتأثر معانا على المناعة. هل ده بنشوفه مع الأطفال فعلا؟ احنا اهم حاجه خدي وإزاي بالك، نتفاداه يعني؟ 85 مناعه الجسم مكتسبه من جهازه الهضمي اصلا. تمام، والميكروبيوم والقصة. فانا اصلا لو اكلي مش صحي، انا مناعتي ضاعت. عشان كده بقى تلاقي الطفل اللي بياكل من السوبر ماركت بقى، والحاجات اللي هي الانهيلثي والحاجات زي كده، تلاقي مواد حافظة مناعتهم ضعيفه. كتير والميكروبيوم بيضيع. بالظبط، البكتيريا النافعه فاهمه القصه دي. فهي المناعه جهاز هضمي، لو الجهاز الهضمي ما ظبطش ومفيش اكل صحي، هتلاقي المناعه بالنسبه ازاي لي اقدر ضايعه. ازود مناعته؟ بصي، مبدئيا برضو هرجع للجمله بتاعت الجهاز الهضمي والاكل الصحي، ده مبدئيا. ثانيا بقى، في حاجه ابتلينا بيها وهي المضادات الحيويه اللي هي عماله على بطال، اللي هي احنا بقى كتير جدا، بالنسبه لنا المضاد الحيوي دلوقتي بس بونبوني. بقى في وعي شوية دلوقتي. احنا بنبدا نعمل اويرنس كده للناس، بس برضو لا يعني الناس كتير بتجيب من نفسها دلوقتي، وخاصه ان هي رابطه المضاد الحيوي بالسخونه. اول ما يعني يحصل، اي سخونه بالنسبه لاي حد تمام يبقى لازم مضاد حيوي. حتى لو كانت يعني 70% اصلا فيروس. من 70% 80% من التعب اللي بيجي للاطفال ده اسبابها فيروسيه اصلا. فمهما نعطيه مضاد، الامور مش بترتاح يعني. ايه العلامات اللي هشوفها على الطفل اقول انه لا ده مناعته ضعيفة؟ لازم اشوف ايه السبب. هو في نقطه كده الناس متعوده ان هي الطفل اللي بيتعب كتير مناعته يبقى ضعيفة. مناعته ضعيفه. لا، في جزئيه انا عايز اصلحها دي. تمام. الطفل اللي تعبه ما بيخفش بسرعه او بيطول، هو ده اللي مناعته ضعيفه. مش الريكارنت، مش اللي بيتعب كتير. انت عارفه المفروض او الطبيعي بالنسبه للطفل ان هو ممكن يتعب خلال السنه كم مره؟ كم مرة؟ قولي رقم. لا 7. اكتر. لا، معاكي من 10 ل 12 مره انا ممكن اتعب فيهم ويكون الطفل طبيعي، مش مناعته ضعيفه ولا 10 ل حاجه. 12. يعني انت كل شهر لو تعب، انا ما عنديش مشكله، مش هقلق يعني من القصه وابدا بقى ادور لو كل بقى شهر على. لا ده لو هيعملوا كل شهر تعب، بس هي الفكره ده ضعف جدا. المناعه لو تعب، والتعب طول بقى. لكن التعب كل شهر، بتعب كل شهر وباخد يومين 3 وبخف، ماشي، لا تمام، انا مناعتي كويسه وما عنديش فيها مشكله. لكن انا لما بتعب بقعد بقى بالاسبوع والاسبوعين لغايه الامور ما ترتاح، ما يرجع دي بقى اللي احنا بنقول عليها اننا عنده ضعف المناعه.